السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الممبار بطريقة سهلة وبسيطة خالص. مش بس كده، ده احنا هنعمل منه كمان اشكال وبخلطة مفيش اطعم ولا احلى من كده. تابع معايا الفيديو للاخر وانا متأكدة انه هيعجبك جدا. بصي، حاجة كده اللهم بارك جميلة، مستوي السوى المظبوط، الرزاية فيه مفلفلة وجميلة. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وكومنت جميل منك. بصي الممبار البوبس وجماله، ولا المقرمش الجميل ده. يلا نسمي بسم الله وندخل على المقادير. معايا هنا كيلو من الممبار، مغسول كده غسله كويسه. اغسلي كده الدهن بتاعه كويس قبل ما تقلبيه، وبعدين اقلبيه وبالسكينه كده كحتيه. معايا هنا بقى معلقتين دقيق كبار، على معلقه ملح كبيره، على 3 معالق كده من الخل. الخلطه دي بتشلك اي زفاره من الممبار واي ريحه مش عاجباكي من الممبار. الخلطه دي بتشيله. ادعكي كده فيه شويه وسيبيه منقوع في الخلطه دي مده ما تقلش مثلا عن نص ساعه. وبعدين تحت الميه كده اغسليه بقى كده كذا كذا غسله، ودخلي كده الميه في قلبه من جوه كده اهو، هيبقى معاكي ابيض وزي القشطه بالظبط كده. بصي نضيف ازاي، حاجه كده جميله. تاني حاجة معانا القوطة بتاعتنا، حلة كده سخنة على النار، وهنعمل التسبيكة. نزلت كده بقد ربع كوباية من الزيت، وعليها نص شفشق قوطة، او حسب الكمية اللي انت هتعمليها. كيلو الممبار بياخد معاكي شفشق الا ربع قوطة. القوطة كده اتسبكت كده على نار متوسطة، فضيتها كده في بولة. ونفس الحلة بتاعت القوطة معايا كده 3 او 4 بصلات كبار متخرطين صغير، بديلهم تشويحة كده. الممبار بيحب البصل الكتير والخضرة الكتير. اديت البصله كده تشويحه في التانية، ونزلت عليها بالبهارات بتاعتي. معلقه من الكمون والفلفل الاسود، ونص معلقه من الشطه، ومعلقه ملح، ومعلقه نعناع مجفف، ومكعب من المرقه. انا هنا مش بادي لون البصل ولا حاجه، لا انا بس بشيل ريحه البصله النفاذه دي شويه. يعني بدي للبصله كده تشويحه في التانية، ونزلت عليها بالبهارات، بحمص فيها البهارات عشان ريحتها تبقى قويه. وبعدين بنزل عليها بالقوطه المتسبكه، وبقت التسبيكه معايا بالجمال دوت. وانزلي كده عليها بقد فلفلايه كده حمرا سبايسي لو انت عايزاها سبايسي، او فلفلايه بارده. معايا هنا كيلو الممبار بياخد كيلو الا ربع من الرز، مغسول ومتصفي. ونزلت كده بالخضره بتاعتي المشكله، البقدونس والشبت والكزبره، وقلبت الخلطه الجميله بتاعتي كده، وظبطي الملح بتاعها. والخلطه بصي بقى كده، بصي ما شاء الله الخلطه قدامك جميله. طبعا الممبار غسلناه غسله كويسه وصفيناه من الميه بتاعته. ابدأي بقى كده قطعيه حتت صغيرة بالشكل ده كده، وافتحيه كده بصوابعك الاتنين من فوق كده اهو، ودخلي ايه وعبي فيه الرز بالشكل ده كده. ما تمليش بقى الممبرايه كتير رز، علشان ما تفرقعش ولا تطق منك. حاجة كده وسط بالشكل ده كده، زي صوابع البتنجان بالظبط. قطعيه حتت صغيرة بالشكل ده كده، مش هياخد منك وقت ولا مجهود خالص. في ثواني هتلاقي نفسك كده خلصتي الكمية اللي معاكي اهو. في ثواني زي ما قلت لك هتلاقي نفسك خلصت كمية الممبار اللي معاكي. هخلص كده كميتي وارجع لكم. كده خلصت الكمية بتاعتي وعبيتها. بصي ما شاء الله اللهم بارك، كيلو الممبار بيديكي كمية قد ايه. نعمل بقى كده مع بعض الممبار البوبس اللي ايه، اللي احنا بنحبه ده. معاكي كده خيط، وامسكي كده حتة قد عقلتين من الصباع، ولفي عليها الخيط بالشكل ده، وفي الاخر اديها ربطة بالشكل ده كده. وكملي بقى نفس الطريقة لغاية اخر الممبراية. اخدت كده حتة، لو عندك بقى خيط تخين شوية عن الخيط العادي دوت يبقى احسن. انا بصراحة ما كانش عندي خيط من التخين،
فكملت بدوت عادي، هو ده مش هيقول لا برضو، ولكن الخيط التخين شوية هيكون سهل معاكي، اسهل من ده. بص بقى العقد الجميل ده، مش منبار، ده عقد. اهو حتة كده قد عقلتين الصباع بالظبط، ولفي كده عليها الايه الخيط كذا لفة، وفي الاخر اديله عقدة، عقديه كده او اربطيه بالشكل ده كده. طبعا معايا بقى حلة على النار مليانة كده مية، اول ما تغلي معاكي بالشكل ده كده اهو، اول ما تغلي معاكي حط فيها نص بصلايه، حط فيها ورقتين تلاتة كده لورا ووحدتين حبهان، وسمي الله، وحطي كده قفلي بايديكي كده اهو الطرفين كويس، وانزلي بالممبار بتاعك بالشكل ده كده. هنا لازم الميه تكون مغطيه الممبار. بص بقى هنا كده الجمال ده، كده كان داخل معايا كده كان خلاص استوى، كده كان خلاص استوى. بص بقى كده، حاجه ما شاء الله جميله. شيلته بقى كده من الشوربه بتاعته، وسبته في طبق يبرد خالص، وفي طاسه كده يعني فيها زيت غزير شويه، ابدأي ايه حمريه. بص بقى كده ما شاء الله الجمال ده، عقد مرصوص في الطاسه مش ممبار، ده عقد. جربي اعملي كده للولاد، الممبار البوبس ده هيعجبهم قوي. بصي بقى هنا كده قدامك كذا حاجة ان انت تعمليها، يعني ممكن تسيبي ايه عقد الممبار ده كده زي ما هو، او تفصصيه، او صباع كده من الممبار طويل وتحمريه زي ما هو سليم، وبعدين تقطعيه بالسكينة، او تقطعيه الاول لو هما بيحبوه مقرمش، يعني في ناس بتحب تحمره كده يبقى معاهم مقرمش، الرزاية كده مقرمشة، دوت بتقطعيه الاول وبعدين ايه بتنزليه في الزيت السخن. انا عامله لك كذا شكل، صوابع كده ممكن يبقى صوابع صغيره كده زي البتنجان، او بوبس بالشكل ده كده، او تحمري صباع ممبار طويل وبعد ما تحمريه تقطعيه بالسكينه، او مقرمش زي دوت تقطعيه الاول.